اللهم استرنا تحت الارض وفوق الارض ويوم العرض عليك يا رب العالمين. امين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. يا رب يعود عليكم الايام بخير ويجعل عيد مبارك عليكم. ابتدينا الصيام عاد يا حبايبي، يلا شدوا حيلكم، الدنيا حر، بس ربنا يجعل ليكم اجر وصواب. امين يا رب العالمين، ويديكم الصحة وطولة العمر يا حبايبي. الفيديو ده قديم من الفيديوهات اللي قلت لكم عليها. الفيديو ده يا حبايب قلبي ينفع معاكم وفي وصفات العيد، عشان كده انا قلت هنزله. الفيديو ده كان عزومة. كانت عارفين اخت جوزي اللي هنقولكم بنتها متجوزة عقبال بنتاتنا كلها. امين يا رب العالمين، وكل البنت يسترها بحق جاه النبي. ويا رب يا رب الايام المفترجة كل المتجوزاتش تتجوز وبنتتي من ضمن يا رب. ويحلها يا رب عليهم بالستر وبالصحة، ويكرمك يا بدور يا رب اللي يعرف قيمتك يا حبيبة قلبي، ويسعدك في الايام المفترجة. كلكم قولوا امين يا رب العالمين. وحبيبتي اللي بتقول ادعوا لاخويا يا رب، يا رب يشفى عنا يا حبيبتي، ويا رب ان شاء الله ما يسوكم فيه ويبارك لكم فيه يا حبيبتي ان شاء الله. امين يا رب العالمين. ادعوا يا حبايبي في الايام المفترجه دي للستر والصحه وستره البنت والشفاء عن المريض. كل حبايبنا الايام دي امين يا رب العالمين. بصوا عاد هنحكي لكم الحكايه ونقول لكم ايه القصه. اخت جوزي دي اللي قلت لكم عملت البت الخبيث برضه عندي، عشان ده اول موسم ليها، عشان هي متجوزه جديد وحامل. ربنا يا ربي يدي بنتاتنا كلها، احنا عندنا هنقوله حبلها مش حامل، فمعلش انا اسفه لللفظ يعني. راح ربنا كرمها ان شاء الله. فايه امها طبعا حتى خبيز الفرح خبزينه عندي برضه، لو عايزين تشوفوا الفيديوهات قاعده متحمله عندي. كنت ساعتها فاتحه القناه بس كنتش لسه بننزل حاجات يعني كانت الدنيا كده مش متظبطه. يلا الحمد لله. بصوا يا حبايبي دي كانت هي تعبانه اخت جوزي، وراحت كشفت، فبنتها جاتها هي وحماتها. فهي جت بيتت عندي في اليوم ده، وقالت لي هنعمل الوكل كله عندك وناخده من عندك طايب، عشان انا ضايخه وتعبانه مش قادره نوقف نطبخ. قلت لها على عيني على عيني حاضر. هن اخواتها الشققاتها جنبيها، بس هي بتحب تجي تعمل عندي كل حاجه، حتى خبيز فرح بنتها جت خبزت عندي. ليه؟ هم هيخافوا على شققهم يا حبايبي، اخواتها هيخافوا على شققهم. يعني الوحده تقول لك انا ما نظبطش مكاني وبعد كده هتسيبني وتمشي، والله العظيم ما في حاجه مستاهله. شويه ميه وبريل وبتاع والمواعين تتغسل والبيت يتنظف تبقى العيشه زي الفل. ما دايما غير الكلمه الحلوه يا حبايبي. وربنا يجعلنا ان شاء الله على طول مع بعضنا كده. كلمه حلوه وكلمه طيبه. بصراحه هي جابت لي كل الطلبات وكل الحاجه، بس الويكه دي كانت عندي انا مفرزاها، والملوخيه هي جابتها من الزرعه عنديها، لان هي ساكنه في بلد فلاحين يعني. لو تعرفوها في الصوامعه، بلد اسمها الصوامعة عندنا في سوهاج هنا. فكانت حماد بنتها جياها، فهي فاتحة يا حبايبي تلاجة مجمدات. يعني عندها الفراخ والحاجات دي مجمدة في البيت. بس هي للأمانة الطبيخ ده طبخت على فراخ صاحية، يعني فراخ طازة. بس جابت لي الجبنة الرومي عاد والجبنة الموزاريلا والجبن والحاجات دي من عنديها. ربنا يوسع عليها يا رب ويوسع على الجميع يا رب ان شاء الله. جابت لي الطبيخ بصراحة وجابت لي انا وبنتي، ربنا يبارك فيها ويوسع عليها. هي قلت لها انا انت اقعدي وانا هنعمل لك كل حاجة، ويا رب اللي نعمل لك يعجبك، هنعمل لك كذا وكذا وكذا. قالت خلاص ماشي. فانا قلت ننزل الفيديو ده لحبايبي وبرب يعملوا منا حاجة على العيد. بصوا حبايبي هنا معايا هنعملكم احلى مكرونه واحلى صينيه بطاطس. شايفينها البطاطس؟ بنقطع البصل والفلفل وندبلهم مع بعض وننزل عليهم بمكعب مرق وفلفل اسود ورشه كمون وملح وشطه، لو عايزه تحط حطي مش عايزه براحتك، وبنقلبهم ببعض. وبننزل عليهم بالبطاطس نديهم قليبه واحده، وننزل عليهم بشفشف الطماطم اللي بيكون حاطه فيه تومه نيه وحاطه فيه قرن فلفل، ونفرمهم مع الطماطم. وبنديها غلوة على البوتاجاز كده، وهندخل الصواني كلها مع بعض الفرن. اوعوا تنسوني في اللايك وفي الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. البامية اللي شفتوها الاول انا كنت حاطة حتتين دهنة مقطعاهم ورمياهم مع التومة، عشان كده هتشوفوا منظر الحوجة تقولوا اتحرقت. الحوجة يعني الطاسة يا حبايبي، بس هي ما اتحرقتش ولا حاجة. اديكم شفتوا التومة وشفتوا البامية، بسم الله ما شاء الله، وجمالها وخضرها كان ايه، رغم ان الباميه دي مفرزاها انا. يلا الحمد لله على كل حال. هنا بصوا حبايبي حطيت
فرمت بصلتين صغيرين كده او بصله كبيره، وبعد ما يا دوبك صفرت نزلت عليها بمعلقه توم، ما خلتهاش حمرت، شايفينها صفرة. نزلت عليها بكيس صلصه من عندي في التلاجة، ونزلت عليها بكوبايتين ميه، وهنسيب الصلصه دي تتسبك على البوتاجاز. هتعملي بيها ايه دي يا فارس؟ هنعمل لكم احلى صينيه مكرونه، احسن واحلى 100 مره من المكرونه البشاميل. وادي الفراخ سلقتها، ورحت عملت جبت شفشة الخلاط، حطيت بصله وطماطمايه ومعلقه خل وعصره ليمونه وقبصه صغيره قرفه، وقبصه صغيره جنزبيل، ورشه ملح وكمون وفلفل اسود وكزبره، وفرمتهم في الخلاط، شفشة في الخلاط كده. ورحت نازله بيها على الفراخ، ومعلقتين زيت يا حبايبي او سمنه زي ما تحبي. من تحت الفراخ كنت مقطعه بصل وطماطم تحت الفراخ، عشان التتبيله تنزل على البصل والطماطم من تحت. يعني عارف اللي ياخد نايبه وياخد حتلة بصلة وطماطمايه ويحطهم في سندوتش، حاجة تانية خالص، جربوا مش هتندموا. هنا بعد ما الصلصة غليت رحت زودتها كمان شوية مية. وهنا دينا عملت صينية جلاش، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. الجلاش يا حبايبي فردت اللهم صل على رسول الله. عملت العصاج، كلكم طبعا اساتذه في العصاج، وجبت لفه الجلاش، بقيت ندهن بين كل ورقه وورقه، وحطيت اللحمه المفرومه في النص لغايه ما خلصت الكميه. بعد كده جبت بيضه هنا وضربتها، اهم حاجه فلفل اسود وملح المبهر اللي انا عاملاه، شطه وكمون وملح، وتضربيهم في بعض كده. رب البيض ده ربه حلوه، عشان لما جيت تكبيه على الجلاش هنيكي ما يعملش خيوط كده ويبقى شكله مش حلو. وضربيه جامد جامد قبل ما تنزل عليه باللبن، يعني تخلي البيض ده يعني تربيه ربه تمام. ورحت نازله عليه بكوبايه لبن، وربيتهم كده ربه حلوه مع بعضهم، وهنزج بيه الجلاش دي. السمنه دي كانت فاضله معايا من دهن الجلاش، رحت برضه كبيتها عليه، هتخلي الجلاش بتاعك مورق، وهتخليه جميل، ومش هتخليه معجن في بعضه. كمان لو عندك ربع معلقه بيكنج باودر، بس هي مش عارفه ليه ما بنتش، وتروحي ضربه ربع معلقه، ما تكتريشي عشان ما تغيريش طعم الحاجه. يعني خد الحاجه كده بميزان عينك وظبطيها. وضربتهم في بعض السمنه والبيض واللبن وربع معلقه البيكنج باودر والملح والفلفل. وادي زي ما انتوا شايفين هنزج صينيه المكرونه البشاميل. ما تكبيش كب عشان ما تروحش في مكان ومكان، لا، زج كده بالراحه عشان الجلاش كله بتاعك يتزج. والله العظيم ما شكرانيه في نفسي ولا حاجه، بس حماد بنت سلفتي يعني قالت لها بسم الله ما شاء الله كل الوكل مظبوط على الشعره. وهي قالت لها ان مرت اخويا اللي طبخت، لان هي عارفاها تعبانه. بس انا بصراحه ما قدرتش اروح عنديهم، لان في الوقت ده انا اسفه معلش، في الوقت ده كانت عندي البنت في المدارس، فما قدرتش اروح لها عشان هي في بلد. فجاتني هي وراجلها بالعربيه بتاعتهم، جابت لي الطلبات والحاجه، هي بيتت معايا وراجلها مشي. تاني يوم جا خدها بالعربيه وجايب معاها كراتين فاضيه حط فيها الوكل. والله العظيم يا جماعه يعني بسم الله ما شاء الله. حتى معايا اختها ساكنه قريبه علينا، جت برضه خدت اليوم معانا، عجبها كل اللي عملته. وهي بصراحه يعني كانت فرحانه خالص خالص. تقول لي معلش الشقه ادعكت، قلت لها ولا يهمك يا حبيبتي، ما احنا قاعدين ليه ندعك وننظف ونعمل كل حاجه مع نفسنا وزي الفل. وزي ما شايفين انا وبنتي طول النهار مش بنبطله. بس حطيت الفراخ وحطيت صينيه البطاطس والجلاش في الفرن، شايفين بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. والله ده التليفون اللي وحش، الجلاش ده كان زي العسل. شايفين حته بنتي الصغيره قاعده تقول لها ننه ننه، راحت قطعت لها حتله وحطتها لها في طبق. يعني هي جبرة بخاطرها ربنا يبارك فيها. ادي البطاطس وادي عليها قرنين الفلفل زي العسل بسم الله ما شاء الله. طب الصلصه اللي عملتيها دي ليه يا ام فارس؟ يلا تعالوا معايا وشوفوا. هنعمل لكم احلى صينيه مكرونه، هن صينيتين الطريقتين احلى من المكرونه البشاميل 100,000 مره، وهتشوفوا معايا. وقبل كده عملتها بالسباكيتي برضه وهنزلها لكم وهتشوفوها. بس شجعوني وهنزل لكم كل القديم والجديد اللي عندي عشان ناخدوا افكار من بعضنا. لو عملت الصينيه دي على العيد احلى 100 مره ما تعمل البشاميل. الجو حر والناس مش حامله اي حاجه تقيله. الصينيه دي خفيفه وجميله وهتاكليها احلى واطعم من البشاميل. ده انا هنا كنت واخده صدر فرخه
خدت صدر فرخة من الفراخ اللي شفتوها وقلبتها مع شوية بصل، وعملت بيها ايه، يعني بدل العصاج عملتها بالفرخة عشان الموجود يسد. بس هنا يا حبايبي عشان كمان اللحمة عملت بيها الجلاش بصراحة. بس هنا جبت كيلو الا ربع مكرونة، حطيت نص ني، المكرونة نية جربي ومش هتخسري حاجة، هتطلع احلى مكرونة، احلى من البشاميل 100 مرة واخف واطعم واجمل. بصي حطيت المكرونة نية وحطيت الفرخة اللي انا عملتها بالبصلة، وده كيس موزاريلا صغير، هي جايبة كيس صغيرة بس ما نعرفش كم جرام، تقريبا 350 جرام صغيرين. حطيت الكيس وحطيت باقي من فوق، وادي حطيت المكرونة ونزلت عليها بالصلصة. الصلصة يا حبايبي تبقى مغطية المكرونة بعقلة صباعي كده عندك. خلاص. ودي الصينية التانية برضه نزلت عليها باقي الفرخة، باقي الصدر يعني المعصج، ونزلت عليها برضه دي حطيت عليها الموزاريلا هكذا زي ما انتم شايفين، وهنحط عليها باقي المكرونة. الصينيتين دول يا حبايبي واخدين معايا كيلو ونص، يعني الصينية خدت كيلو الا ربع. ما تكتريش عشان المكرونة نية لسه هتطيب، هتزيد معاكي. خلاص. جربوا الصواني دي على العيد حتى يوم ويوم، اعملي دي يوم واعملي دي يوم، هتشوفي احلى 100 مرة من المكرونة بالصلصة والدمعة يعني، واحلى من المكرونة البشاميل. والله العظيم جميلة جميلة جميلة، يعني كل اللي كلها بصراحة بيشكر فيها خالص خالص، ويقول احلى من البشاميل. بس بصراحة للأمانة هي احلى حاجة، هي بتتاكل سخنة. ايه ده يا ام فارس، كبتي عليها لبن؟ ايوه. بصوا ديل 3 كوبايات لبن، حطيت عليهم بسم الله ما شاء الله كوبايتين ميه، لازم لازم الميه. اللبن ده يا حبايبي لبن الفلاحين الدسم بخيره. حطيت 3 كوبايات لبن، حطيت عليهم كوبايتين ميه، حطيت عليهم مكعب مرق، حطيت عليهم اللهم صل وسلم على رسول الله معلقه سمنه، وحطيت رشه فلفل اسود. ما تكتريش الملح عشان انت حاطه مرق، وهتحطي جبنه رومي وجبنه الموزاريلا لهاش طعم، جبنه الرومي. وبعد كده الورق ده رحت مقفله بيه كده زي ما الورق ده بنطلع فيه طلبات الفطير، بيحافظ على الفطير ويوديه لغايه العميل يعني وهو سخن. الورق ده حلو خالص خالص لما تلف بيه الفطير، لو كنت عامله مشروع من بيتك والله ما بندس منكم حاجه. هنا المكرونه لقيتها الصلصه مش مغطيه المكرونه، رحت غاليه كوبايه ميه وحطيتها عليها. اهم حاجه الصلصه تبقى تغلي وتنزل على المكرونه، واللبن بيغلي وينزل على المكرونه، والفرن هنيتك تكون سخنه. وللضمان حطيه بقبق بقبقه وحده على البوتاجاز، يعني يغلي غلوه وحده على البوتاجاز، وتاخديه وتروح مدخلاها الفرن. والله العظيم ما هندس منكم حاجة، نقولكم كل حاجة بأمانة. الورق ده بنجيب عليه طباقة فلين، طباقة قصدي ورق، وبنحط الفطيرة على طبق الورق ونلفها بده، وبعد كده نلفها بالورق البلاستيك اللي هيقولوا عليه الاسترتش ده، بتطلع زي العسل. بصوا هنا بعد ما طلعت المكرونة قلت لها المكرونة مش بتمط، قالت لي حط عليها كيس تاني. بعد ما استوت رحت مطلعة المكرونة من الفرن وحطيت عليها برضه ما مطتش، فهي قالت لي ممكن يكون نوع الجبنة ده مش كويس، لو اي حد يعرف الجبنة تعملي لها ايه عشان تمط برضه يكتب لي في التعليقات. انا مش عارفة نوع الجبنة ده مش هو. شايفين بنوريها هنا، هي قالت لي نفس المكرونه تمط، يعني شايفين هنا عشان انا كنت عاملاها قبل كده ووديتها عندهم في البيت، هي كانت عند امها فكلتها كانت الجبنه بتمط، بس انا كنت جايبه الجبنه اللي هي الحمد دي، كنت عامله طلبيه فايش وربنا كرمني فيها بقرش زين. جبت كل حاجه في البيت لبنتي، والله انا لما ربنا بيوسع عليا بنجيب لبنتي كل اللي نفسها فيهم، بنوسع عليهم زي ما ربنا بيوسع عليا. بعد ما طلعت الحاجه من الفرن لفيتها كده عشان ياخدوها. بس للاسف بصوا هنا هالحتة الفطيره اللي قطعتها البت الجلاش، هم بيقولوا عليه فطير بس احنا ايه، طبعا هو جلاش الفطير غير كده. لفيتها كان نفسي نلف لها باقي الحاجه، بس والله الورق خلص عشان كانت قبليها بكم يوم كنت عامله طلبيات فطير، فالورق عندي خلص لان انا بنجيب البكره الصغيره يعني. شايفين المكرونه طالعه جميله كيف، وادي المكرونه التانية كمان بصوا احلى من المكرونه البشاميل 100,000 مره. وادي الملوخيه الخضراء عملتها لها، وصينيه البطاطس. هي قالت لي الرز هنعمله انا هناك في البيت عشان يقعد سخن، اتحايلت عليها قلت لها نحمر ليكي
وتاخديه محمر وهناك تطشيه في البيت. قالت لي لا على كدك ده كتر الف خيرك، وبصراحه ما رضيتش. لو ايه رايكم عاد في طبيخ ام فارس وفي المكرونات دي؟ وادي الويكل زي العسل. وكمان عندي كانوا شويه مخلل بدنجان عاملاهم زي العسل من غير